السلام عليكم. وعليكم السلام، حياك الله، الله يبارك فيك. شلونك سيد؟ شلون؟ سلمك الله. سيد، انا عاني شويه من مشكله الرزق، يعني قد ما اشتغل بلي واخلي البيت فلوس، سبحان الله هاي الفلوس تتبخر، ما اعرف وين تروح. لا أجد بركة في رزقي. ايه، لا اجد بركه في رزقي. الله إن شاء الله تعالى يوسع عليك، إن شاء الله بخدمتك أنا أتكلم في هذا المجال، والله يوفقك ويوسع عليك بحق محمد وآل محمد. الأخ حسين يقول: أنا أعاني من ضيق الرزق وما أشوف بركة في رزقي. شوف أخ حسين، مر الإنسان الله يرزقه بس ماكو بركة برزقه. ليش؟ وين السبب؟ يعني ما هو السبب لزوال البركة؟ في واقع الحال أكو مجموعة روايات تتكلم عن هذه القضية. وحدة من الأسباب اللي رب العالمين يسلب البركة من رزق الإنسان هو في الواقع سوء الخلق. سوء الخلق يسلب البركة في الرزق. كل ما عندك فلوس ما تشوف فائدة وما تشوف على حال راحة. وطبيعي واحد يقول: أنا سيدنا مو سيء الأخلاق. أنا ما جاء أقول سيء الأخلاق عن جنابك، لا بشكل عام أتكلم، بشكل عام. أنا واحد شوية يكون مع جيرانه، مع أولاده، مع زوجته، على حال يحسن معهم التصرف، يحسن معهم التعامل. هذه من الأمور التي تجعل للرزق بركة. من الأمور اللي في الواقع تجعل البركة هو رضا الوالدين. والدك والدتك حاول أن تخدمهم، حاول أن ترضيهم، حاول أن تبرهم. إذا ميتين سوي لك فرد على حال ثوابات صلاة، ما أدري، تسبيحة، صلوات على محمد، أرسلها إليهم. هذه تأثر في بركة الرزق للإنسان. والأمر الثالث اللي أقوله لك أنت الآن شخصيا، لا تنسى الاستغفار. أستغفر الله ربي وأتوب إليه، أستغفر الله ربي وأتوب إليه، أستغفر الله ربي وأتوب إليه. هذا جدا جدا مؤثر في ماذا؟ في زيادة الرزق والبركة. هم زيادة الرزق هم البركة، هذه لا تنساها دائما. حتى تقول: سيدنا على شنو أنا ما مسوي شيء؟ أخي، نفس الاستغفار باب من أبواب الرزق، باب من أبواب ماذا؟ البركة. هذا سويها، وهذا راح يشوف إن شاء الله تعالى الخير.